السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ويا رب يعيد علينا الأيام بالخير، اللهم آمين. إحنا النهارده بنتكلم في الصلاة. صلاة يعني إيه؟ يعني صلة بين العبد وربه، يعني ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام زي ما احنا عارفين 5، منهم الصلاة. وربنا قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني إيه يا رجالة؟ يعني لها ميقات، يعني لها ميعاد. يعني الظهر 12 إلا 4 دقايق، يعني إلا 4 دقايق. يعني المفروض ندي تمام في المسجد 12 إلا 4 دقايق. زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا ده ميعاد ربنا، ما هوش ميعاد درس. ده انت ما تقدرش تأخر على ميعاد الدرس. ده ميعاد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حدد لي الميعاد ده. حدد لي الظهر له ميعاد، والعصر له ميعاد، والمغرب له ميعاد، والعشاء لها ميعاد. ربنا قال لها ميقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لها ميقات. يعني أظن ما فيش أفضل منه سبحانه وتعالى إن إداني كتير من النعم لما يقول لي تعالى في فرض عشان تصليه، عشان خاطر تبقى من الأمة دي. المفروض نقول له حاضر. جاء لبيك يا رب. الصحابة رضوان الله عليهم كان لما الأذان يدن وهو ماسك الفاس هيعمل كده، هيضربها في الأرض من خوفه ومن سرعة تنبيه الخلفاء إنها كانت تحدف الفاس وراه، مش هتجيبها قدامه تاني. احدفها وراه وقول لبيك يا رب، أنا جاي أهو. ليه؟ لأنه مقدر قيمة النعم، لأنه الكبير ومطلوب مني اللب نداء. الكبير سبحانه وتعالى ادانا نعم لا حصر له، ما نعرفش نعديه. لنفرض يا ولاد زي ما قلنا كده، هناخد نعمة واحدة بس، نعمة البصر. يا رب ارزقنا البصر والبصيرة، اللهم آمين يا رب. لنفرض إن أنا مثلا ما بنشوف خلاص، يا رب ما تحرمناش يا رب، اللهم آمين. خالص ما بنشوف، وعايز عين علشان خاطر الأكل اللي قدامي نبقى عارفة هو فين. هنشرب، ممكن تكون جنب غزازة المية وجنبها غزازة الزيت. أقسم بالله واحدة قالت لي كده، الله يرحمها ويرحمها، بس قالتها له هي بتضحك، بس كان ضحك يشبه البكا. تقول انت عارفه يا ابله مادي، انا دخلت المطبخ عشان نشرب، البنت كانت اتاخرت عليا فانا عايزه نشرب. قعدت كده ومشيت على الحيطه لحد ما رحت المطبخ وعرفت مكان الجزايز، فرحت واخده جزازه. ما نعرفش ان البنت حاطه جزازه زيت جنب الميه. والله يا ولاد حصل، هي مش شايفه. بتقول رحت فاتحه الجزازه وحرام. بتقول من عطشي ما حسيتش غير في الاخر، من شده عطشي ما حسيتش غير في الاخر. فقلت ايه ده؟ هو انا شربت ايه؟ ده انا شربت زيت. بتقول خدت كام يوم عندي اسهال. لانها يا حبيبتي مش شايفه. ما انا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى اللي بينادي عليه
لا اله وتقول لي تعالي ده في مصلحتك. الدنيا نعم كتير منها العين. ما انا بقول لك يا غاليه، لو ربنا سبحانه وتعالى حرمني يا رب ما تحرمناش يا رب. ويجي حد فيكم كده وقال لي يا الله انا هنديك عين من عيونك، انا هنديك عين، يعني هنشوف تاني؟ قال لي هنروح نحلله سوا كده وهنديك عين. يعني هنشوف، يعني محدش هيضحك عليه ولا منام. يعني لما نحط الاكل كده هنبقى عارفه ان ده يتاكل وده ما يتاكلش، هنبقى عارفه ان دي ميه وده زيت، مش هنشرب زيت تاني. انا شربت زيت قبل كده. هنبقى عارفه وانا ماشيه كده ان المكان ده ما نعرفش ماشيه فين. لا انا هلف من المكان الناشف عشان نمشي، مش هندوس في الطين. لما ندخل نلبس هنلبس الهدوم معدولة، مش هنلبسها مقلوبة، مش هنلبس اللي ورا قدام. لما يبقى هي طالع هنروح نجيب، بدل اللي حوالينا بعيرون نقول حتى كل شوية تطلبي، حتى ولو هو علاج عايز علاجي، واللي حواليا بالضروره انهم يروحوا يجيبوا لي العلاج. نطلع ال 100 جنيه نفكرها 10، خد يد روح هات لي العلاج. هو ب 10 جنيه ولا 10 جنيه ايه؟ ما هي ما بتشوفش. وياخد بقيه ال 100 جنيه ويقول لها ده انا جبت لك العلاج. وانا مش شايف. نفسي في حاجه نشتريها، معايا فلوس نفسي في حاجه نشتريها، بس العين يروح يقول ده احنا رحنا ما لقيناش، ده ما فيش. او ياخد مني الفلوس ويقول لي ده وقعت مني، ما نقدرش نجري وراه عشان نقول له لا ده انت ضحكت عليا وعايز الفلوس، ما نقدرش. لان لو مشيت هنخبط، نقول له خلاص يا مش مهم. لا ده انت هتديني عين واحده، هتقول لي يا الله انا هنديك عين تشوفوا بيه، بس لازم تدفع ثمن. قالوا ندفع، ما ندفعش ليه؟ هيقول لي رقم واحد تكتبي لي كل اللي تمتلكيه ومالي، مرتبك تدينا الفيزا وتدينا رقم السر عشان نصرف مرتبك ومالي. بالله عليكم لو حد في الظرف دي وطلب منه الطلب ده هيقول لا انا عايز اسمع صوت. ايوه خد المرتب مش عايزاه. انا نملك ارض مثلا او نملك بيت، انا هنكتب لك بيه، نكتب لك ورقه بايه؟ ان انا بعتهولك. بعتهولك بس هنشوف يا جماعه تاني. يقول لك هتكتبي لي خلاص؟ يقول له ايوه هنكتب، وهتديني الفيزا وتديني رقم السر بتاعك عشان نقبض مرتبك. هنديك. يقول له حاجه كمان، ايوه تبقى تيجي تعملي لي الاكل وتروجي لي البيت. حاضر. ده انا هنصل بعد ما كنت بنملك ان انا هنشتغل خدامه، هنكتب كل اللي انا نملكه ونشتغل خدامه عندك في مالي. ده خلاص هو بقى بتاعك مش بتاعك، لكن هنشوف تاني. كل ده في مقابل ايه يا ولاد؟ في مقابل عين واحده. هنشوف ايه؟ هنعرف نقضي حاجه، هنعرف نروح الحمام لوحده، هنعرف نجيب لنفسي غيار من الدولاب، هنعرف نمشي بين الناس،
هنلبس هدوم مقلوبه، مش هنمشي والعيال يخبطوني وما نعرفش مين اللي خبط. لكن يا عيني هنقول معلش، اللي هو ابن مين؟ حتى لو عرفت هو ابن مين، خلاص مشكلة ابوه هيقول له هو انت شايف فيه عشان ده شايف فيك، هو انت شفتيه وهو بيضربك؟ على فكرة يا ولاد الكلام ده حصل بس بطريقة تانية. واحد يا عيني كان له اخت معاها ولدين، سبحان الله العظيم الولدين اتجوزوا وما خلفوش وماتوا في حياة الأم. خلي بالك، ماتوا في حياة الأم، وواحدة من النسوان ماتت برضه في حياة الأم. جه أول لفضلة وقال لاخته ما تكتب الضرب اسمها. قلت له نكتب الضرب اسمها ازاي؟ وانا فاهم لما نكتب الضرب اسمها نستنى لحد بنتك ما تيجي تكروشنا من الضرب؟ قال لي اكتب لها الضرب، ما انت عيالك مات. انت هتعملي لمين؟ قلت له روح إله تنك عايش لحد عيالك الرجاله كلك ما يموتوا وبناتك وانت عايش. صدقوا تأمنوا بايه؟ دعوتها نفذت. هو عايش لحد النهارده، قلت له مش كده وبس والناس تبقى تضحك عليه. عياله كلك ماتوا في حياته، واحد ورا الثاني، منهم واحد من 3-4 شهور، وهو لحد دلوقتي موجود، وعيال ابنه عمالين بيشتموا فيه وبيتريقوا عليه، والناس عماله تضحك عليه. الحاله دي موجوده، خلي بالكم يا ولاد، خلي بالكم. لازم نحمد النعمه اللي ربنا اداها لنا. ما انا بقول لك انت لو اديتنا عين انا ممكن نصل لمرحله من شروطها ما انتش ضربت عليه، هنخليك تشوف. بس تكتبي لي انت ملكيه، تديني الفيزا بتاعتك، تبقى تيجي تقدري شغل بيتك وتعملي لي اكل وشرب وتغسلي هدومي، هنقول حاضر. كل ده ايوه كنت بص هنشوف تاني يا جماعه، ده طبعا رخيص بحيث ان انا هشوف تاني. سبحان الله العظيم اللي خلقنا سبحانه وتعالى ادالك الاعلام ببلاش. ادالك ودن بتسمع بيه، في ناس ما بتسمعش، ويبقى قاعد والعيال بتشتم عليه وبيضحكوا عليه وهو يعني مش عارف ان هم بيضحكوا عليه لانه مستمع شتم. خلي بالك يا ابني من قيمه النعم. لا ده هو اداني العيال ببلاش، واداني ايد ناكل بها ببلاش ونفضل بها حاجه، وما يعرفش قيمه ايده دي غير اللي دراعه اتكسر ومش عارف ياكل، مش عارف يلبس، ما بينامش من القلق. هو ده اللي يعرف قيمه النعمه. لكن طول النعمه ما هي معايا ما نعرفش قيمتها للاسف. يا ترى كتير عليه سبحانه وتعالى اللي اداني عين ببلاش، ودن ببلاش، وايد ببلاش، ورجل نمشي عليها نروح نقضي حاجه ببلاش، مجموعه مؤسسات داخل جسمي بنحط اللقمه ما نعرفش هي رايحه فين. ما يعرفش الكلام ده غير الناس اللي ما بتعرفش تاكل. الناس يا عيني اللي علشان خاطر ياكل ياخد حبوب الاول وياخد في وسط الاكل وياخد في الاخر، لان لو ما خدش هيرجع اللقمه تاني. هو ده اللي يعرف قيمه النعمه. نعمه ان انا بناكل كده، ان انا بناخد الجزء كده
بقول لك اقسم بالله العظيم اتحايلت قالت لا يا بنت نشرب في عز الصيف وهي تعبانه نشرب، قالت لا مفيش ميه الجهاز عطلان لانها بتغسل كلمه والميه اللي بتشربها بتنزلها من الجهاز. مفيش ميه الدكتور قال ما تشربيش، ما نشربش. ايوه حتى الميه ممكن يجي عليها اكتر من الحرم منها وهي موجوده وانا تعبان، ايوه ممكن. لكن ربنا اداني ببلاش اهو، بناكل زي ما انا عايز، بنشرب زي ما انا عايز، بنتحرك زي ما انا عايز، بناكل اللقمه وبنرتاح فيه ونحط دماغ ننام. في ناس ما بتنامش وقال لي مش مطلوب منك كتير يا ابن ادم. لما لقاني انت تعالى قول لي شكرا، مش عايز منك اكتر من كده. انا اديتك عين ببلاش ما تبصش بقى للحرام، اديتك ايد ببلاش ما تمدهاش للحرام، اديتك رجل ببلاش ما تمشيش بها غير لطاعه، اديتك ودنك ببلاش ما تسمعش غير اللي يرضي ربنا. ايوه ما تسمعش غير اللي يرضي ربنا. ايوه دي نعم واجب الحمد ومش مطلوب منك كتير، مطلوب منك لما تسمع الاذان تقول حاضر يا رب رجع. ما تستناش لما حد يقول لك قوم صلي، قوم يا تصلي، يقول لك قول له هو يصلي وانا نقوم، اشمعنى هو ما قلتلوش روح صلي؟ اشمعنى هي ما قلتلهاش روح صلي؟ اشمعنى انا؟ يا بختي ان في حد بيذكرك بفرض الله. المفروض ما حدش يذكرني بالنعم دي، ما انا بقول لك لو حد فيكم اداني عين واحده انا عندي استعداد نكتب كل ما نملك ونشتغل على المخدرات ويبقى كمان كتير ويبقى جميل. جميلني ايوه جميلني، جميلني فين؟ جميلني اللي بقى بعين واحد، جبل اللي يبقى بعين واحد علشان خاطر او عشان خاطر يبقى عنده ملك. جبل يشكر ان هو جبل اللي يبقى بعين واحد. انتوا عارفين يا اولاد الكلام ده حصل. طفل زيكم كده سبحان الله العظيم كان بيلعب في الشارع، عيل ضرب الطوبه ضيع له عين. طبعا خلاص العين انتهت ومفيش قطع غيار زي ما احنا عارفين. فامه يا عيني لقت العين بعيروه، بيقول الواد ده بعين واحده، الواد ده بعين واحده اهو، الواد الاعور اهو. وروح يا عيني عيط لامه يقول لها العيال بيقولوا لي اعور، العيال بيقولوا لي يا بعين واحده. فقلب الام راحت للدكتور قالت له اعمل لي تحاليل انا وابني، لو ينفع تنقل لي عين تديها لابني انا موافق. قال لها تديله عين؟ قال لها قال له ايوه ده ابني والعين بعيروه، ابني مش عارف يعيش حياته بعين واحده. عمل التحاليل وقال لها صدق يا حاج هينفع، ودخلهم العمليات الاثنين ونجا عين الام، بقت الام هي اللي عوره والواد بقى بعينين. الواد كان عيل صغير ما يعرفش ايه اللي حصل. لما كبر وبقى راجل واتجوز مراته قالت له هي امك العوره دي كانها قاعده معانا؟ اهلي بيعايروني بيقولوا لي حماتك عوره ما مش بعين واحده، امك دي تشوف لها مكان تاني ما تقعدش هنا. الولد يا عيني مشى ورا كلام مراته، قال لها يا امك شوفي لك حته ثانيه بقى اقعدي فين، اصل انت مش عاجبه مراتي. اما دي قله اصل، مراتي بتقول لي ان انتوا بتعايروا، الناس بيعايرونا بيك، بيقولوا لامك بعين واحده ولازم تمشي من هنا، لازم تمشي من هنا، لازم تمشي من هنا. اللي عملت راجل واتبرعت باغلى ما تملك لازم تمشي من هنا. ما هي عين ما قالتلوش، لما لقيته مصير وخلاص طالعه من الباب جت استنى بقى قبل ما نمشي في كلمتين كده عايزه اقولهم. في ايه خلص انجزي. قلت له انت عيل صغير حصل كذا وكذا وكذا والعين اللي انت بتعايرني بها دي ده هي.
ان كانك مش مصدق روح اكشف وهتعرف ان انت عملت العمليه دي وان دي عيني. قعد يعيط لها ما نعرفش يومها قبل الموضوع انتهى. انا ما عادش ينفع نقعد هنا تاني. شبحت اهانه، شبحت اهانه منك ومن مراتك وسابت له البنت ومشي. تفتكر يا ابني ربنا سبحانه وتعالى اللي ادانا كل حاجه ببلاش ببلاش، اقسم بالله ببلاش، احنا دفعنا ايه؟ ده احنا مستكترين عليه الفرض عند الاداء. مستكتر، ما انا بنقول لك انت لو اديتنا عين واحده نشوف بيه هنكتب لك كل ما نملك وهنشتغل خدامه عندك. ربنا قال لك لا، خليك انت اللي تملكه، املك زي ما انت عايز وعيش حياتك زي ما انت عايز، بس ما تغضبنيش. ما نش طلب منك كتير يا ابن ادم، ما تسمع ده تعالى، ده ليك انت مش ليا على فكره. الصلاه اللي احنا بنصليها ده لينا احنا، ربنا مش محتاجها. ايوه ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج صلاتنا، احنا اللي محتاجين صلاتنا، احنا اللي محتاجين صيامنا، لان كتبنا اجر على الصلاه، كتبنا اجر على الصيام، كتبنا اجر على الزكاه، كتبنا اجر على الحج كما قال عليه الصلاه والسلام والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ايوه بناخد اجر، بناخد اجر على عباده ربنا، بناخد عليه اجر يا جماعه والله. يعني مش ادهولنا بس، ده بناخد عليه اجر. بل معقوله سبحانه وتعالى الكريم وده اسم من اسمائه يدينا النعم دي كلها ويقول لي عليك تعليمات لازم تنفذها يا ابن ادم. تروح احنا ضاربين بالتعليمات عند الحق ويقول لك الناس عايشه، الناس عايشه ايه؟ عايشه ازاي؟ طب هيدخل في الحفره دي يعمل ايه؟ ايوه مسيره هيربط في حفره ويتردم عليه، كلنا يا ولاد هيحصل معانا الكلام ده. مسيرنا هنربط في حفره ويندفن عليه وهقول لك تعالى لي بقى يا ابن ادم، انا اديتك عندي بلاش بصدق على الحرام، اديتك لسان تتكلم بيك بلاش واتكلمت بيه في الحرام، اديتك ودن تسمع بها وسمحت بها اللي يغضبني، اديتك رجل نمشي عليها ومشيت بها للحرام، اديتك ايد تكتب بها حاجتك وتقع ما اديتها للحرام. ما تزعلش مني بقى. وعلى فكره انت كنت عارف الكلام ده في الدنيا، كنت عارف من خلال الكتاب والسنه والناس اللي هم كلموك في هذا الامر ان الكلام ده هتتحاسب عليه، وانت قلت مش مشكله حساب ايه وبتاع ايه، يبقى ما تزعلش مني بقى. وكنت عارف العقوبه برضه، كنت عارف عقوبه تارك الصلاه ان ماليش مكان غير جهنم. انت كنت عارف كده، وانت اخترت يا حبيبي، مش فاهم انت اللي اخترت، وانت مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم، انت حر. انتوا عارفين انتوا يا اولاد لو حد فيكم قاعد مع حد من الناس المساجين يبقى يسأل الناس اللي انسجنت في الدنيا، انسجنوا في المركز ولا انسجنوا في منفرد النطرون ولا في اي مكان، اقعد معاه شويه كده خلي بالك وقول له ان هو السجن من جوه شكله ايه. ده سجن الدنيا مش سجن الارض وسجن جهنم. تقعد معاه كده. اقرب الاوقات اول امبارح كنت في مشوار وانا في العربيه لقيت واحد بيقول والله بالصدفه انا بتهيألي انا غبت طول الليل لسه ما عرفتش انام. بيكلم واحد بيقول له انت بتروح الوادي؟ قال له قال له انا كنت بنشتغل هناك. انت فاكر ساعه ما انفتح سجن هذا النطرون؟ قال له طبعا حد ينسى التواريخ دي، الكلام ده لما حصل في 25 يناير يا ولاد. قال له فاكر. قال له والله انا شفت الناس اللي طالعه من السجون كانت بتطلع لانهم عايشين في الظلمه. انا مش قادر انسى الكلمه، عايشين في الظلمه جوه، ما شافوش النور، ما شافوش نور ربنا، علشان خاطر عايشين في الظلمه بقوا يطلعوا بره وهم ماشيين مش واخدين بالهم كانوا بينخبطوا بالعربيات على السكه. ده اللي انا شفت المناظر دي، طالع
ليه؟ قال لي انه عايش جوه في الظلمه، طالعين من الظلمه مش شايفين من الظلمه. ده في واحد من الناس اللي بتطلع على الفضائيات في الجماعه السياسيين قال وانا سمعت اللقاء بتاعه، قال انا عشت 25 سنه في السجن ما شفتش السماء. تخيل لما تعيش 25 سنه ما تشوفش السماء اللي ربنا خلقها دي، محبوس في اوضه. يعني اوضه يا ولاد زي مثلا المنطقه اللي احنا عايشين الحته دي مثلا الاربع عمدان دول، الاربع عمدان دول يا ولاد المكان ده اهو لو قعدنا المجموعه اللي قدامي دي في اول الصحراء لان مش هينفع القعده كلها، لو قعدنا المجموعه اللي قدامي دي هنا وقلنا لهم انتوا ما انتوش طالعين من هنا لمده اسبوع، انا بتهيألي المفروض يموت. لا خلي بالك مش هنحط له رمز الكهرباء، ما فيهاش كهرباء، مش هنحط له مروحه، مش هنسيب له سكه في الحيطه. السجون ما فيهاش الكلام ده يا ولاد. السجون عباره عن جدران بس وشيش كده في الاخر فوق كده في اخر الجدار حوالي نص متر او شبر ومعمول بالحديد. النور اللي يجي لك من بره يجي لك بقى من خلال لمبه من خلال اي حاجه، لكن ما فيش اكتر من كده. الكلام ده من 24 ساعه ممكن يبقى محكوم عليك بشهر بسنه بقيت عمرك في المكان ده. والاكل اللي يجي لك من بره من خلال السجن انت ما بتختاروش، ده معروف التعيين بتاعك، رغيف مثلا وشويه فول، رغيف مثلا وحته جبن، رغيف مثلا وشويه حلق، وهو ده. طب عيان وبتاخد علاج، ممكن العلاج يجي لك من بره وما يرضوش يدخلوه. خلي بالك يا ابني، اعرف قيمه النعمه، ده سجن الدنيا. من كل واحد من الناس اللي انسجنت انتوا كنتوا بتناموا ازاي في السجن؟ والله حصل كنتوا بتناموا ازاي؟ قال لي تسييف يا حاج بنفس اللفظ ده كده، تسييف يا حاج. خلي بالك يعني بترقدي وبتتمطعي ومش عاجباك الاوضه دي تنامي في الاوضه دي. خلي بالك ومحدش يرقد في ريح، انا بنرقد على سرير واحده. خلي بالكوا يا شباب، ما كله انت يا ابني كنتوا بتناموا ازاي؟ قال لي تسييف يا حاج. قلت له تسييف يعني ايه؟ قال لي يعني على جنب واحد، مفيش مكان غير كده، مفيش مكان غير كده. يعني انا راجل المساحه المسموحه لي يا دوبك نحط جنبي، ما نعرفش نرقد على ظهري، لا ما نعرفش، مش مسموح لي المكان كده. خلي بالكوا يا ولاد، السجون اللي انتوا بتشوفوها على الفضائيات حاجه وارض الواقع حاجه ثانيه. ده اللي انا سمعته من الناس. انا بنتمنى من المسؤولين اللي هيسمعوا الفيديو ديت يفكروا في كلامه ويدخلوا ويشوفوا فين حقوق الانسان من السجون. قال لي يا حاج ده تسييف يا حاج. قلت له تسييف يعني ايه يا ابني؟ قال لي يعني على سيفي على جنبي. والله اعلم ان ليه الجنب ديت ريحته وحشه، ده سجن مش قاعد في الهواء. يعني احنا لو عرايا بنقولوها بنشتغل وطالع عيننا وريحتنا وحشه بس الهواء هيطلع الريحه، لكن ده سجن يا حبيبي، سجن يا غالي. ما تقدرش تقول له قوم من هنا، ما تقدرش تقول اللي جنبك انزح شويه لان مفيش مكان. اقسم بالله العظيم ان قال له ان انا عايز فلوس عشان خاطر نشتري مكان. قال له مكان ننام فيه، عايز نشتري مكان في السجن ننام فيه. تشتري مكان تنام فيه؟ ده معنى ننام فيه يعني ايه على فكره؟ يعني نلقى على سيف لان مفيش مكان لسيف الصدق. في سجون وصلت لمراحل ان مفيش حد على جنبه. طب يا
لا، ده انا بقول لك ده سجن الدنيا، ده سجن الدنيا، فما بالك بقى بالسجن في جهنم. ما انا بقول لك اقسم بالله انا غبت طول الليل ما عرفت النمله دي، ونقوم نتفزع من الكلام اللي اتحكى لي، مش ان انا اشوف، كان حكى لي، انا قعدت اتخيلها في دماغي. مش شايفين كانوا طالعين عمي، ايوه، ومحكوم عليك بقى تقعد في المكان ده، انا محكوم ب 25 سنه تقعد هنا في المكان ده، والمكان ده ياخد 50 ياخد 100، تقدرش تقول لا. طب تعبان والعلاج، يقول لك هنبقى نشوفوه، ياخدك يكشف عليك ويخبي العلاج ما يديهولكش، وانت يبقى عندك مغص كلى وتصرخ. ايوه يا ولاد الكلام ده موجود، حتى ولو هنتحكم في الفيديو ده الكلام ده موجود. فما بالك يا ولاد لما ننسجن في جهنم عشان خاطر ما كنتش بنصلي، لما ننسجن في جهنم، واللي مش هيسجن بقى واحد زيه، ده اللي هيسجنوني دول في الدنيا عشان خاطر سرقت ولا قتلت ولا شربت مخدرات بيبقى متحدد مدة، يعني محكوم عليا بسنة، ب10 سنين، ب25 سنة، محكوم عليا بقيت حياتي حتى ولو هننسجن، حتى ولو انسجنت 100 سنة، بس في الآخر هنطلع. لكن الناس اللي هتدخل جهنم بسبب ان هي ما كانتش بتصلي ما همش طالعين، اقسم بالله ما هم شايفين الكلام ده بنص القرآن. خلي بالكم يا ناس اللي ما بتصليش، الكلام ده هيحصل. بالله عليك يا ترى مش الافضل كده باحترامنا كده وبادبنا كده ساعه الادب ما يبدا نقول له شكرا يا رب، عيني يا رب، قوينا على ضحكك، مش كتير عليه ان اداني عين ببلاش وايد ببلاش ورجل ببلاش، بنعرف نشرب وبنأكل، بنعرف نشرب غير تعبان ومحروم من الميه اللي هي ببلاش، محروم من ايه؟ جايب لي الجهاز عطلان يا حاج، ولو شربت يا حاج هتدخل في غيبوبه الكلى، هي بس تاخد فص برتقال تبل ريقها. ادينا عقلك بقى لما يبقى انسان مريض وفي عز الصيف ومحروم من الميه. فربنا سبحانه وتعالى يا اولاد لما جل على عقوبات علشان خاطر ما قصر في فرض الله في الصلاه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، ده قالها لي علشان خاطر ما نصلش للعقوبه. زي ما نقول لك كده انت لو ما ذاكرتش هتسقط، ده معنى كده ان انت لو سقطت وانا ما كنتش قلت الكلام وتيجي كده تقول لي عملت ايه تقول لي سقطت، نقول لك ما انت لو كنت ذاكرت كنت نجحت. يقول لي ما انت لو كنت قلت لي الكلام ده في اثناء الدراسه كنت ذاكرت، لان انا ما كنتش نعرف ان اللي مش هيذاكر هيسقط. ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اللي مش هيصلي رايح جهنم. يبقى لما نقعد نبعد عن الصلاه عشان خاطر قاعد على النت ولا قاعد قدام التلفزيون ولا قاعد في الشارع ولا قاعد ماسك سيجاره، نسال الله الهدايه شباب المسلمين اجمعين، يبقى عرفنا السكه. بعدت انا وما صليتش يبقى انا اللي اختار ونتحمل نتيجه اختياري. القانون اللي احنا ماشيين بيه قال لي خلي بالك يا بتاع المخدرات لو انمسك فيها قضيه مخدرات هتنسجن يا حبيبي. هو عارف ان هو بتاع المخدرات وعارف انه وانمسك نيجي نعيط ليه؟ لا انا كنت عارف. لا يبقى اتحمل بقى حتى ولو مت جوب، اتحمل بقى، ده نتيجه اختيارك، ده نتيجه اختيارك. لو مديت ايدك للي مالكش فيه، لو عملت الغلط ده نتيجه اختيارك. ربنا قال لي ما تعمليش الغلط، ربنا قال لي وعرفني السكه، عرفني الحلال والحرام زي ما قال عليه الصلاه والسلام، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلي بالك يا اولاد، خلي بالك ما تقعش في الشبهه عشان خاطر ما توقعش في الحرام. ربنا ادالك وقت، يعني انت زي ما بتقول مش فاضي عشان خاطر نصلي، عندك بين الظهر والعصر ساعتين، لازم في خلال الفتره دي نكون صلينا. لكن انا عندي
موجود له لا. زي سيدنا سعيد بن المسيب رضوان الله عليه. سيدنا سعيد بن المسيب غاب 40 سنة الخمس فروض الأذان يدن عليه وهو موجود في المسجد متوضي مستني الأذان. أظن ما ينفعش واحدة زيي تقف ريحه. لا مش من مستواي، هو مستواه أكبر من كده. يبقى كل واحد فينا يا حبايبي ربنا سبحانه وتعالى اداله عقل علشان خاطر يعرف به الحلال والحرام، علشان خاطر يحافظ على فرض الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا من الراشدين، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.